أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أبناء البطة السوداء. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا. كلنا تقريبا بنعيش حياتنا قدام الشاشات، بنشوف صور، فيديوهات، وبنقارن نفسنا بالناس اللي بنشوفها من غير ما نحس. بس يا ترى بقى كل اللي بنشوفه ده حقيقي؟ خليني أحكي لكم عن أوليفيا جيبسون من رواية The Garden of Eden. أوليفيا جيبسون اللي كانت عايشة حياة من المغامرات والفخامة مع جوزها ديفيد في فرنسا وأسبانيا وبلاد تانية. في البداية كانت أوليفيا متأثرة جدا بالصورة المثالية اللي كانت عايزة تبنيها قدام الناس. كانت عايزة تكون الأجمل والأذكى والأكتر إثارة، لكن مع الوقت بدأت تنهار بسبب الضغوط اللي حطتها على نفسها، وبدأت تدخل في حالة نفسية صعبة جدا. القصة دي بتورينا إن السعي ورا الكمال اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ممكن يخليك تخسر نفسك. أوليفيا كانت مثال حي إن لو ركزت على الصورة الخارجية هتلاقي نفسك دايما في دوامة من عدم الرضا والقلق. السوشيال ميديا ليها تأثير على نفسيتك كبير جدا. أول ما تفتح الانستجرام هتلاقي نفسك محاط بصور حياة مثالية، أماكن جميلة، ناس لابسة ماركات، أجسام رياضية، وحياة خالية من المشاكل. المناظر دي بتأثر علينا بطرق مختلفة. بتلاقي نفسك مرة واحدة بتقارن حياتك بحياة الناس اللي انت بتشوفها. ليه أنا مش عايز زيه؟ ده بيخليك تفكر تفكير سلبي جدا، وبيزود الاكتئاب والقلق عندك. وبتلاقي كمان نفسك مضطر انك تظهر بصورة معينة قدام الناس، تسافر في أماكن معينة، تلبس وتعيش حياة ممكن تكون مش حقيقية. انت عايز تروح المكان الفلاني اللي شفته عشان تتصور فيه وبس. ده بيحصل كتير وانتشر بشكل كبير في أماكن معينة عندنا هنا في مصر، وخاصة الساحل الشمالي. شباب كتير قوي ما بتتفرج على الفيديوز والأماكن اللي هما بيشوفوها بيستنفذ كل طاقته وفلوسه عشان يقضي 3-4 أيام هناك مع ناس أصلا مش شبهك. لا، وكمان اللي هناك دول الجست أصلا مش الأونر. انت متخيل اصلا الاونر ممكن يكون بيعاملك ازاي؟ هيعاملك انت قنديل بحر عادي، مش هيعاملك ان انت بني ادم زيك زيه يعني. كل ده بقى عشان تقضي 2-3 هناك وتشوف الاماكن اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، وتحضر حفلات وتاخد كام صورة على كام فيديو وتحط اللوكيشن. وتلاقي اي حد من اللي بيعمل كده بيرجع يبيعلك قد ايه هو اتبسط. بس في الحقيقة غير كده، مش دي السعادة الحقيقية، والحقيقة اسهل من كده بكتير والله. اما بتشوف حياة الناس التانية مثالية بالشكل ده تبدأ تحس ان حياتك ناقصة، بتحس انك محبط وعندك نوع من انواع اليأس كده بعدم الوصول. وعشان كده ممكن ترهق نفسك بالشكل ده عشان تحس انك عادي، يعني تقدر تعمل زيهم. وعلى الرغم من كل السلبيات اللي قلناها دي، إلا إن السوشيال ميديا ممكن تكون أداة قوية جدا لو استخدمناها صح. تقدر من خلالها تتعلم حاجات جديدة من كورسات، كتب ومقالات موجودة على السوشيال ميديا. ممكن تتابع قصص نجاح الناس التانية، ممكن تحفزك على تحقيق أهدافك الشخصية. كمان ما تنسوش إن السوشيال ميديا وسيلة هايلة جدا عشان تحافظ على علاقتك مع الناس، بالأخص زمايلك وصحابك وأهلك اللي مسافرين في بلاد تانية. بس خليني أقولك، عشان نقلل من تأثير السوشيال ميديا السلبي ده على حياتنا لازم نعمل شوية خطوات كده. أول حاجة، ممكن نحدد وقت معين لاستخدام السوشيال ميديا وما تخليهاش تسيطر علينا طول اليوم. ما نفضلش ماسكين موبايلات طول اليوم ما بنعملش أي حاجة غير كده. نختار كمان المحتوى اللي ممكن يديلك قيمة حقيقية، وابعد بقى عن الصفحات اللي بتحسسك ان انت مش قادر او ان انت اقل. ودايما لازم تفتكر ان عندك نعمة، وان مش كل حاجة على السوشيال ميديا حقيقية. ما هو الناس مش هتصور خيبتها على فكرة، لان مش هيعرفوا يعني. فكر فيها كده، هتلاقيهم مش هيعرفوا يصوروا خيبتهم والله. خلينا نقضي وقت اكتر مع الحياة الواقعية بعيد عن السوشيال ميديا، نستمتع باللحظات اللي بتمر في حياتنا. في النهاية السوشيال ميديا ممكن تبنيك او تهدمك، المهم هو انك تعرف تستخدمها بطريقة صحية، وما تخليش الوهم اللي بتشوفه يأثر على حياتك الحقيقية. الحياة الحقيقية مش على الشاشة، الحياة الحقيقية جواك وبين الناس اللي بتحبهم وبيحبوك. خليك دايما راضي باللي عندك، ومتأكد ان اللي ربنا كاتبه ليك هو الخير ليك. اتبسط باللي موجود. كده تكون حلقتنا خلصت. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا. انا اسلام عمر، واشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست ابناء البطة السوداء.